ترى صح ولا غلط؟ وماله يا حبيبي، تروح على عيننا ولا راسنا، دي مراتك برضه. انا قلت كده برضه يا حماتي انك بتفهمي في الاصول. يلا يا مشاهد. لا بس قبل ما تروح معاك بقى في حاجه عايزه اقولها لك. في ايه يا حاج؟ في حساب لازم نتحاسب عليه. حساب؟ طبعا. حساب ايه؟ مراتك قعدت عندنا هي وعيالك، اكله شاربه نايمه، تمام. ده كله مش بفلوس. مش صح طبعا، ما تحسبش كده خالص. تحسب ازاي بقى؟ تحسب لو انت مخرج مراتك من بيتك غضبانه وانت اللي ممشيها، وقلت لها روحي اقعدي عند ابوكي، وسبتها شهر واتنين وتلاتة من غير ما تعبرها ولا تعبر الراجل المحترم اللي المفروض ان انت واخد بنته منه. هنا بقى له حق لما تيجي تروح له يقول لك بس تعالى يا حبيبي، بنتك وعيالك صرفوا كذا، عليك 10، عليك 15، عليك 20. لكن لو المدام حصل بينك وبينها تاتش بسيط، اي زعلة، وقامت واخدة نفسها من نفسها وراحت عند ابوها، وقام ابوها فتح لها الباب وقال لها طب تعالي بقى، من غير ما حتى يتصل بيك ولا يجيلك ولا يقولك في ايه ولا يفهم منك ولا تقعدوا مع بعض وتتصافوا وتتفاهموا، وقام رايح سايب بنته عنده، تيجي تكلمه يقولك لا مش وقته خالص، ويقوم سايبها شهر واتنين وتلاتة، ولما تيجي تقعدوا يقولك تعالى لي بقى ادفع دي كده، أصل بنتك صرفت. ما انت اللي فتحت لها الباب يا حبيبي. في الشارع انت المسؤول عن مراتك وعيالك، في بيتك وبره بيتك لما تكون انت انت اللي خرجتها. تمام. لكن حصل بينك وبين مراتك تاتش، بدل ما تروح تتصل بابوها تقول له تعالى اقعد مع جوزي نتفاهم، وابوها يجي وتقعدوا وتحلوا المواضيع ودي، وتشوف الدنيا فيها ايه، غلطانه يكلمها ويفهمها، مش هقول لك يحاسبها مثلا، لا، تمام اهو، يوعيها ويعرفها الدنيا ماشيه ازاي. انت غلطان يقعد يقول لك لا يا ابني انت غلطت في كذا وكذا وكذا، وتعالوا ما نتصافى ويصالحكوا على بعض. لكن لما يكون اب ما بيفهمش لا في دين ولا في شرع ولا في اصول، ويتغابى ويسمع بنته تتصل بيه، ده زعلني، طب تعالى بات، يقوم جاي واخدها واخد العيال، يا عمي مش فاضيلك بقى، بعد شهر ولا 2 ولا 3 يقولك ايه ادفع، لا، هنا بقى مش حقه. فهمتوا بتحسب ازاي؟ وراجعوا الشرع وراجعوا الشيوخ، هتلاقوا ان الكلام اللي انا بقوله ده هو الصح.